المواصلات اصلا هي مصرعيه مفتوحه لوحدها ببلاش. لو انت عايز تضحك انزل المواصلات، اركب اي مواصله هتلاقي فيها ضحك. مش مشكله في الضحك، المشكله في الهبد، ان في اي سواق لازم يهبد. والنهارده هتكلم في الموضوع ده. بس قبل ما تبدا لازم تعمل لايك واشتراك، عشان مفيش اشتراك ولا في اي تفاعل على القناه، وشكلها هتنزل. بس تمام يعني هنكمل وهشوف بقى انا عايز اتكلم في ايه. بص يا جماعه، المواصلات دي عندنا مش بس هي وسيله تنقل وخلاص، يعني دي مسرحيه كوميديه شغاله 24 ساعه وببلاش. يعني ما بتقدرش تدفع فيها اي حاجه، انت تخش بس تركب اي مواصله تنزل فيها، انت ضحكت واتبسطت وخلاص. فيها لازم تلاقي الهبد شغال في اي حد، سواء بقى ميكروباص، اتوبيس، او حتى التوك توك هتلاقي فيه هبد شغال. اقول لك انا على شويه مواقف اللي بتحصل فيها هبد في المواصلات. يعني مثلا اول ما تركب الميكروباص تلاقي السواق بيشرح لك في اقتصاد العالم، ويقول لك البلد دي لو مشيت ورا كلامي البلد دي هتبقى احسن من الصين. يا عم انت اصلا لو مسكت البلد انت هتبان من مع التموين مع زيت والسكر. مشغل عالي يا عالي في الكاسيت وطرش اللي جابوني. طب ما تسيبني في حالي يا عم، وبلاش كلام الفيلسوف ده. انت اصلا راجل بسم الله ما شاء الله عليك، تيجي مخدرات قد الدنيا، يعني سيبني في حالي. في حاجه برضه موجوده اللي هو صراع الاتوبيسات، اللي هو تلاقي الاتوبيس والاتوبيس اللي راكب فيه بيصارعوا بعض. طب ما انا انزل الاول، انزل انا اعيش، اطمن على نفسي اللي انا عايش، وركبوا اللي انتوا عايزينه واجروا واعملوا اللي انتوا عايزينه. بس انا عايز اعيش والله، لسه ما استمتعتش بحياتي. تسمع بقى بيقول لك عارف يا باشا الدولار ده اصلا حاجه الامريكان بعتها لنا عشان يلهونا بيها. يا عم انت اصلا لو لقيت جنيه مخروم على الارض انت تاخده وتحتفظ بيه، مش هتبيعه حتى من كتر البخل والاغاني والريحه المنتنه اللي طالعه من الميكروباص. بس والله ان انا يغمى عليا. طب انا قاعد انا واقف انا شايل من كل الروايح اللي في الدنيا جنبي. المشكله ان هو لما بيكلمك بيكون سايب الطريق والدريكسيون والفرامل والبنزين وكل حاجه. يعني احنا لو لبسنا في طريق، يعني انا لو ركزت معاه احنا هنموت، انا هكون من اللي هتبدا الشهداء. وفي حاجه بقى في الاتوبيس بتكون هي ارخم حاجه، وهي الكمساري. تلاقي الكمساري بيقول لك تذكره يا باشا وبتاع، وتذكره يا معلم وابو شنطه يدفع وبتاع، وتلاقي المعوش فكه اصلا. المهم اللي انت نازل في مواصلات وانت كمساري، يعني انت بتدي الناس فلوس معكش فكه ليه؟ انا اجيب لك فكه منين؟ هو لما بياخد مني فلوس ولا معيش فكه وبتاع بيطلع لك عملات من العصر الفرعوني، بيطلع لك عملات انا اول مره اشوفها اصلا، دي من ايام الملك فاروق. الاتوبيس ده اصلا تحس ان هو عالم لوحده، موجود فيه كل الشخصيات، العبيط الغني الفقير، كل الشخصيات موجوده. ولازم تلاقي لك راكب واحد بس، وهو الراكب اللي بيحكي لك قصص كانه سافر فرنسا والمانيا. انت لو سافرت فرنسا والمانيا تركب ميكروباص معفن زي اللي راكبه ليه؟ لازم تلاقي الراكب كده يقول لك انا قعدت في الجيش كنت ماسك لوحدي الكتيبه كلها وبحارب وضربت 50 واحد بايدي وعملت كده. انت بتسمع القصص دي تحس ان انت راكب مع رامبو او المحقق كونان، وهو اصلا راكب جنبك مع الكمساري مش لاقي جنيه يدفعه. يا عم انت مالك، انت بتحكي القصص دي ليه اصلا؟ مش كده بقى في اللي هو يقول لك اللي بيحط اسعار على دماغه. يعني إذا مثلا تحط تدي لك يقول لك مثلا كل ده مثلا ب 50 جنيه، يقول له ليه ب 50 جنيه؟ يقول لك الاسعار ولعت، الدولار غلي، مراتي تعبانه وبتاع. انت تحكي لي كل ده ليه؟ انا جاي اركب، ما انا مش جاي اشتري منك حاجه، انا جاي اركب مواصله توديني حته عشان تعرف بدايه وارجع تاني. انت ليه بتقول لي القصص دي؟ وفي المواصلات لازم تلاقي حد يقعد جنبك، يقعد يرغي معاك ويهبد معاك، تلاقيه بيتكلم في السياسه والاقتصاد والصحه والكوره. واخر حاجه يقولها لك انا اصلا كنت بلعب في الاهلي واعتزلت في ريال مدريد، بس الدراسه تعبتني واعتزلت عشان كده. يا عم الله يكرمك اسكت اسكت والنبي يا حاج. حاج انت راكب على وكيل اصلا، انت تقريبا انت ميت بقالك 30 سنه وانا بكلم جثتك. انت مش عايش قدامي اصلا، انا بكلم هيكل عظمي. والله يا جدعان احنا عندنا مواهب كتيره في المواصلات، بس المشكله ان كله بيهبد وخلاص. ولو ركبت وسيله مواصلات ما سمعتش فيها ان حد بيهبد في الطريق، يعني مثلا انت كنت راكب عربيه رايح طريقك وبتاع، تلاقي انت تهت من عاد تهدي بقى، انت تهت ومعكش موبايل معكش جوجل ماب، تمام. سالت واحد يقول لك هو قال لك فين. انا لو حد قال لي المواصلات اللي انا هركبها او الطريق اللي انا رايحه اقول لك ليه، عايز اسال منك، عايز استفسر منك، معجب بيك حضرتك. انا لو مش عارف هقول لك. والارخم اللي يقول لك يا عم على طريق غلط غلط خالص. يعني مثلا تقول انت عايز تروح السويس يودوك جنوب السودان. طب انت كده انت عملت ايه؟ انت كده ضيعتني وديتني في 60 داهيه. تحس ان هو اصلا عمل كده، عمل حاجه كده كبيره ان هو قال لك طريق، انت قلت طريق غلط، انت وديتني في داهيه. يعني انا بدل ما ادعي لك ادعي عليك. وفي النهايه ده مش كل اللي بيحصل في المواصلات، في مواصلات كويسه ومواصلات مش كويسه، بس انا بحكي كعام يعني. والفيديو غرضه الضحك مش غرضه تجريح من اي حد ولا اي مقارنات ولا اي حاجه، انا جاي اضحك معاكم وخلاص. وقبل ما انسى تعمل لايك واشتراك عشان مفيش اي تفاعل على القناه، وسلام.